معي سنذهب إلى هذا المباشر مشاهدينا إلى مطار بوفاريك ووصول الطائرة التي تقل فرقة الحماية المدنية الجزائرية التي كانت في مدينة حلب السورية. إذن أعوان الحماية المدنية الذين عادوا من مدينة حلب. الجزائر كانت دائما حاضرة مع القضايا العربية وواقفة ومساندة للشعب السوري في كل مس أجزاء واسعة في الشمال السوري. طبعا مشاهدينا، الجزائر كانت من البلدان الأوائل التي أرسلت أيضا مساعدات فورية، مساعدات إغاثية من مواد غذائية، مواد طبية، أفرشة وغيرها من المساعدات. كانت قد أقامت جسر جوي بين الجزائر ومدينة حلب السورية لإيصال هذه المساعدات. في هذه الأثناء إذن ينزل أعوان فرقة الحماية المدنية التي شاركت في مدينة حلب، مثل ما نشاهد وزير الداخلية في هذه الأثناء يستقبل، مثل ما أشرف على ذهابهم، يستقبل إذن في هذه الأثناء أعوان الحماية المدنية، وهذه الفرقة التي قامت بعمل جبار في مدينة حلب السورية مثل ما نتابع. طبعا هم محل تقدير واحترام وفخر